السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل كده مع بعض حاجة حلوة وسريعة ومكوناتها موجودة عندنا. تعالوا يلا نشوف هنعملها ازاي. معانا كده لبن، هنا حوالي 3/4 لبن، ومعانا كده حوالي 4 معالق سكر، و5 معالق نشا او 6، ومعانا كده منجاية، ومعانا فانيليا. هنقطع بقى كده المنجاية مع بعض، هنقطعها كده بالشكل ده. هنقطعها بالسكينة كده مربعات، وهنجيب معلقة نخرجها كده لبره، ونجيب المعلقة كده ونبدأ كده نخرج بيها كده المانجا اللي احنا قطعناها شرايح بالشكل ده. هنقطع التانية زيها كده مكعبات، نعمل شرايح بالشكل ده كده. نخرجها لبره، وهنخرجها بالشكل ده كده بالمعلقة بتاعتنا. قطعناها كده بقى بالشكل ده كده، بقت جاهزة كده معانا خلاص. هنا بقى هنجيب اللبن بتاعنا ونضيف كده على النشا بتاعتنا شوية مية كده، ندوب النشا بتاعتنا في المية. كده بقى كده دوبناهم حلو، ننزل بيهم كده بقى على اللبن بتاعنا، وننزل كده بالفانيليا بتاعتنا، ونب... ونفضل بقى نقلب كده. نفضل نقلب نقلب. وهنا عايزة اقول لكم انا ما ضفتش السكر، علشان احنا هنعمل كراميل مع بعض، عشان ما تبقاش كلها سكر في سكر. يعني هنا عملت مهلبية من غير سكر عشان احنا هنضيف كراميل. وهنا كده ضفنا عليها معلقة سمنة أو زبدة اللي موجود عندكم. ونفضل كده نقلب. هو كده قوامها بدأ يبقى حلو، وبدأت تتقل كده معانا. نفضل نقلب كده لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. هنا كده خلاص بقى
هنجيب كده حلة ننزل بيها كده بكوباية سكر، وهنعمل مع بعض هنا بقى الكراميل بتاعنا. هنفضل كده بقى نقلب كده في السكر. طبعا نفضل نقلب علشان ما يتحرقش مننا، ولو اتحرق مننا هيبقى مرر ما يبقاش حلو. كده لونه بدأ كده يغير معانا، نفضل كمان نقلب. وصل معانا باللون البني الحلو ده. هنفضل كده نقلب. هنضيف هنا كده معلقتين سمنة أو زبدة، ونقلبهم. هنفضل كده نقلب. هنفضل كده نقلب لما كل حاجة تدوب معانا كده، كله كده داب معانا كده وتقل. هنجيب بقى هنا كده كوباية لبن، وممكن نبدل اللبن بكوباية مية، بس اللبن طعمه أحلى يعني. هنفضل بقى كده نقلب تاني. هنفضل نقلب نقلب عشان ندوبها كده تاني. ما تقلقوش، هي بتبقى كده كده بدأت تتقلب كده ولونها بدأ يتغير. نفضل نقلب نقلب. هنا قلبت معانا بقى، جبت لها كده حوالي 4 معالق نشا كده، دوبتهم ونزلت بيهم. ونفضل كده بقى نقلب. هنا كده بدأت تتقل معانا، بس لسه هنقلب شوية كمان. وهنا كده بقى خلاص كده، هو ده بقى الصوص بتاع الكراميل بتاعنا اللي احنا عاوزينه معانا كده بقى. ضفت كده المهلبية اللي احنا عاملينها مع بعض، عاملين مهلبية من غير سكر، ضفتهم كده. وهنا كده المانجا بتاعتنا اللي احنا مقطعينها مع بعض كده صغيرة، هنضيف كده عليها. هنا بقى كده نزلت بكل قطع المانجا. هنا كده معانا بالشكل ده، وممكن ما نضيفش عليها كراميلو وناكل بس المهلبية
بالمانجا، بس نكون ضايفين على المهلبية سكر. هنا بقى كده نضيف بقى الصوص بتاع الكراميل بتاعنا. وهنا كده بقى بالمعلقة كده ونقلبه، يعني ما نقلبش قوي، حاجة بسيطة كده عشان يدينا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد شكلها حلو، طعمها كان حلو. طبعا بقى هندخلها التلاجة كده لما تجمد، تمسك نفسها شوية معانا. بجد جربوها وقولولي ايه رأيكم فيها.